ومرة جديدة بيطل علينا الإعلام اللبناني عبر برنامج سخيف وهزيل وبايخ وتافه اسمه بسمات وطن. خصص فقرة لأغنية أقل ما يقال عنها إنها سافلة وبتحمل كمية كبيرة من الوقاحة والحقد والكراهية والعنصرية اتجاه الفلسطيني بلبنان. جدارك عين الحلوة واقف رح يبقى وعايش تيحمينا من بلوى اسمها إرهاب وداعش. الرسالة الواضحة والمزيفة اللي حملها هذا المقطع بتتلخص بأنه عين الحلوة عبارة عن بؤر إرهابية، وأنه الناس اللي عايشين فيه ما بيسمعوا إلا صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة. شكلهم تناسوا أن المخيمات بأسوأ ظروف لبنان وبأيام التفجيرات كانت على أعلى المستويات من الوعي والحكمة وما خرج منها أي عمل أمني. ففهمونا شو اللي بدكم اياه بالضبط؟ انتم ماشيين على مبدأ اكذب اكذب لحتى الناس تصدقك، وراكنين انه الناس ماشي على قاعدة فيش دخان بلا نار، وبالتالي المجتمع رح يصدق انه المخيمات عبارة عن بؤر ارهاب. بعد ناقص تقولوا البغدادي والجولاني والظواهري متخبيين بعين الحلوة. انت يا قايم ضده طالب الدولة تهده فمنتفي وجوزك سده. أنا مش فاهم كمية الوقاحة الموجودة بهاي الأغنية الوضيعة. بهاي الطريقة أنت عم بتقول للوزراء والنواب ورؤساء الأحزاب اللبنانيين والمشايخ وللفصائل الفلسطينية ولأبناء المخيمات ولكل شخص رفض الجدار سد بوزك، وبنفس الوقت بدك إيانا نتقبل أغنيتك الساقطة بكل ديمقراطية. ولك أي ساعة بالضبط إذا أنت والقناة تبعك عم بتدوروا على الشهرة وما بدكم تحترموا حالكم، مش من الضرورة تحولوا جدار عين الحلوة لصراع لبناني فلسطيني، لأنه فشرت أنت واللي أدخن منك واللي مشغلك واللي فتح لك القناة يجرنا لزواريب الفتنة. عين الحلوة ما بتدمع التي أنت وسيفور ليش تشو هذا ندفع منصونها توتور. انه ليه مش شايفين المخيم الا عبارة عن عبوات ناس فيه ومتفجرات وقذائف وتي ان تي؟ يا زلمه فوت على المخيمات وشوفنا كيف عايفين حالنا. الكهرباء بتقطع بالساعة 950 مرة، الرطوبة دبحتنا، بيوتنا فوق بعض. اذا مرحمني بصوتك النشاز هذا لحاله بيعمل هزة ارضية تعادل التي ان تي الموجود بلبنان كله. لا عنصري ولا عار وبكرة انطلع انفجار شو رح بتبرر يا حمار. وجهات النظر بنحترمها إذا كانت مدعمة بحقائق. ناقش واطرح، حلل وفند وتوصل لنتائج. أما تعبي الهوى بعمل سخيف وتنعت المعترضين بالحمير وتطلب منهم سد البوز، شو المطلوب مننا لما نسمع هيك شيء؟ نتشقلب من الضحك؟ نرقص لك؟ نزقف؟ نزغرت؟ مش فاهم شو المطلوب نعمل؟ كيف بتسمحوا لأنفسكم تطلعوا وتحطوا شريحة كبيرة من اللبنانيين والفلسطينيين تحت خانة الحمير؟ لا عنصرية ولا عار، لا غصب عنك اسمه جدار العار وجدار العازل والفضيحة والعنصرية. من شو بيختلف جدار عين الحلوة عن الجدار اللي بناه الكيان الصهيوني؟ نفس الشكل، نفس الأبراج ونفس اللون، والأهم إنه جدارين موجهين ضد الفلسطيني. وبهاي اللحظة أصبح من حقي أسأل ليش ما تم بناء جدران بمناطق كثير بلبنان فيها اشتباكات وفيها قتلى وفيها ناس مطلوبة؟ إنه ليش الفلسطيني دايما حيط واطي؟ جدار يحمي الميلين اللي جوا واللي برا تيحمينا ويحميكن من وحش مغلغل فيكن يبكينا ويبكيكن. إذا مفكر الجدار بحميك غيرك كان أشطر. وأكبر دليل الكيان الصهيوني عمل جدار، ولكن هل هو محمي من أبطال الانتفاضة؟ كذلك جدار المكسيك وغيره. مين ضحك عليك وخبرك إنه الجدار بيعمل أمان؟ ومين لعب بعقلك وفهمك إنه قرار الحماية بإيدك؟ إحنا اللي عنا وعي وفهم وما بنقبل ننجر لأي مشكلة تلهينا عن قضيتنا. روحوا اعطونا حقوقنا المدنية والاجتماعية وحق التملك، بعدين خبرونا عن الوضع الأمني المزيف اللي بتحكوا فيه
وعاملينه شماعة كل يوم والثاني. تقاريركم الصحفية وبرامجكم ما بتحكوا عننا إلا بموضوع الأمن والإرهاب. ليش ما بتحكوا عن حياة القهر والذل والحرمان والبؤس والظلم والبطالة اللي عم بنعانيها؟ عندنا مهندسين فاتحين محلات خضرة ودكاترة بتشتغل بالبطون. كلمة أخيرة بحب أقولها: بناء الجدار حول عين الحلوة صدقا هو مثال فاضح عن كيفية معاملة الفلسطيني بلبنان. السلام عليكم. تنسوش تعملوا شير.